وفي يوم من ايام الشغل اتفاجئ العمال في فتره الراحه او الغداء ان الاكل النهارده مش جبنه ومربى من الصفيحه المصديه، وان النهارده يا معلم زكريا بيضيع وكل واحد ياخد نص فرخه وواحده في كل اناناس. الكاميرا هنا صديقي جت على عم ماهر وهو قاعد بياكل، بس المره دي كان مستغرب، بص لزميله اللي قاعد جنبه كده وقال له زكريا ابن امه زكريا الليفه غير فعلا في المصنع معتمد مش معتمد حاجه غير النص فرخه اللي قدامه. رد عليه وهو بياكل كده وعمال يتفتف الاكل من بقه، قال له كل يا ماهر كل قبل الاكل ما يبرد. زكريا بقى معلم واقف في الاوضه اللي فوق اللي هي ازاز في ازاز دي، انت فاهمها، اللي هي تقريبا كاشفه المصنع كله، واقف بيتاكد ان الناس كلها بتاكل والاكل تمام وان الدنيا تمام على غير عادته اصلا. بعد نص ساعه بالظبط بدا الجهاز اللي كان زرعه زكريا في الاكل ان هو يمتص من المعده ويوصل لفين؟ المخ. بعد ما عم زكريا الليفه طمن ان الناس دي كلها كلت والدنيا تمام، بحماس مفرط جدا طلع الموبايل من جيبه، فتح الابلكيشن اللي بيتحكم فيه الجهاز وداس مره واحده أون. في مشهد غريب جدا، الناس كانت متعوده بتقوم من الاكل تهزر مع بعض، اللي بيشد في ده واللي بيتكلم مع ده واللي بيهزر مع ده. المره دي الناس كلها قامت من على الاكل بشكل غريب، عينيهم واسعه، حركتهم سريعه جدا، مفيش كلام، محدش بيهزر مع حد، محدش بيطلب ان هو يدخل الحمام، محدش بيطلب انه يطلع يشرب سيجاره. كده زكريا اتاكد ان مشروع تخرجه فعلا طلع للنور.